وحناجر لا تتوقف، تبقى تساند املا في ان تهتز الشباك في قادم الدقائق. بالقاسمي ولكونزا من هناك، ابراهيم بنزازا يبحث عن زميله في الهجوم بالقاسمي، ولكن تسترجع من المولوديه، صعبه من اكرم بوراس، خطيره لكبري في اعتراض الحكم يخلي اللاعب يتواصل، صعبه الهدف الاول لمولوديه الجزائر من امير مسوسه، يفتتح النتيجه ويلعب الديربي ويلعب مدرجات ملعب 5 جويليا، يشتعل المنعرج الجنوبي، اجواء كبيره وكبيره جدا، سيناريو مغاير للشوط الاول من دون مقدمات. مولودية الجزائر تدخل وتفتتح باب التسجيل، الآن سيشتعل الديربي. بن يحيى سعيد بالبدايات ولكنه يطالب بالمزيد من التركيز، يدرك بأن الديربي لا يلعب في 5 دقائق، لا يلعب في ثواني، لا يلعب في فترة وجيزة، بل هي 90 دقيقة كاملة. هكذا كانت التوزيع من عيجي، ما فيش وضعية تسلل، ما فيش وضعية تسلل، بينية من عيجي في القائمة الثانية من مسوس انتظر، تدخل أسامة بنبوط، الصد من أسامة، المتابعة من أمين مسوس، والهدف الأول لمولودية الجزائر. الآن صدقوني سنشاهد ديربي آخر، سنشاهد الديربي الذي انتظرناه، الديربي الذي اشتقنا إليه، الديربي الذي يخلي الاتحاد يرمي بكل ثقله في الهجوم للتعديل ويخلي. وينطلق حميدي الآن، حميدي يقدم كرة من هناك، انطلق مسوسة، انطلق زكريا نايجي، زكريا مع مونديكو، زكريا مونديكو، زكريا ثاني الأهداف لمولودية الجزائر، وجاء آخر مغاير تماما في الشوط الثاني. ماذا فعل بن يحيى في غرف الملابس؟ ماذا غير وأي خطاب؟ هل هذه مولودية الجزائر التي شاهدناها في الشوط الأول؟ أكيد لا 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 لا. بداية جنونية من المولودية، بداية جنونية من المولودية. كيبر يضيف الهدف الثاني، الهدف الثاني للمولودية. سنشاهد كيف سجل الهدف، كيبري مانويل كيف سجل الهدف الثاني للمولودية. أجواء رهيبة ورهيبة في سيناريو مجنون وعجيب هنا في ملعب 5 جويليا، سيناريو عجيب وغريب لأنه الشوط الأول لم يكن هكذا. زكريا العيجي يوزع، من أعاد الكرة؟ هو حليمية من قدمها، حليمية على الطاير، فعلا حليمية يقدم تمريرة حاسمة لكبري الذي يسجل أول أهداف بألوان المولودية، أول أهداف بألوان المولودية هذا الموسم.